الفيلم ديالنا كيبدا مع جو أستاذ ديال الموسيقى على قد الحال، كيعشق الموسيقى وبالخصوص عازف على البيانو، وكتجي ليه مديرة المدرسة وكتبارك ليه حيت ولا أستاذ موسيقي بداوم كامل معاهم في المدرسة. وهاد الحاجة ما فرحاتوش نهائيا حيت ماشي هو الحلم ديالو، وكيرجع يفرح مو اللي عندها اتولي خاص بها، كتكون فرحانة بزاف حيت أخيرا ولدها ولا عنده خدمة بداوم كامل. كتفهم منه باللي غادي يقبل الوظيفة ويبطل يجري ورا حلم العزف ديالو، فكيوافقها وكيسمعها واحد المعزوفة. ومن بعد كيعيط الكورلي اللي كان تلميذ زمان وكيهضر معاه وكيقول ليه باللي ولا عازف طوبور في فرقة دورسي الرباعية، وانهم محتاجينه ضروري حيت عازف بيانو اللي معاهم خارج المدينة وخاص شي واحد يجي يعوضو. فكيجري حيت هذه وحده من الاحلام ديالو انه يعزف مع دورسي، وكيجري المكان اللي كيديروا فيه البروفا، وكتكون دورسي قدامه كورلي كيقدموا ليها وكيقول لها باللي جو من احسن عازفي البيانو اللي شاف في حياته، وكتطلب منه يعزف معاهم بلا ما تعطيه النوطه غير كاختبار ليه. وكيبدا التحضيرات ديال الحفله اللي غادي تكون في 7 ديال العشيه، وكيكون فرحان بزاف وهو غادي في الزنقه ما مركزش في الطريق نهائيا حتى كيطيح في القادوس وكيموت. كتولي روحه كتناقل العالم ما بعد الموت، وكيكون غادي للنهايه ديال الحياه بحال باقي الارواح اللي حداه، وكتجي حاله خوف وكيقول ما يمكنش يموت دابا حيت اخيرا جاتو الفرصه اللي كان كيتمنى معها دورسي. وكيحسب وكيلقى بلي انه يقدر يهرب، كيبقى يجري ويتصادم مع الارواح اللي حداه وكينقز من المسار ديالو، وكيهبط لبلاصه واسعه سميتها ارض ما قبل الولاده، وكيقابل جيري مرشد من المرشدين ديال الارض، وكيعرفوا على حاجه سميتها الحلقه السداسيه، وهي حلقه كتحدد هويه الانسان قبل ما يتولد. كيشرحوا ليه بلي تايه وجسمه الحقيقي واقف، وان الموضوع معقد شويه. كتقول له باللي غادي يعاونوه ويرجعوه لمجموعه الارشاد ديالو، كيقولوا له باللي هنا ما كان تحديد الشخصيات بجميع الانواع ديالها، وانهم كيستعملوا بوابه الارض باش يتولدوا بشخصيات اللي تحددات ليهم. وكيظنجوا انه الا نقز الارض غادي يرجع لجسمه، ولكن كيلقى راسو كيتحسب الفوق، كيرجع تاني للارض ما قبل الولاده، وكيرجع مره والثانيه والثالثه. كيجيه جيري كيشرح ليه باللي دابا الدور ديالو هو يكون مرشد للارواح، واذا رفض يرجع لنهايه الحياه. فكيشد الاول اسم قدامه وكيبدلو وكيدخل لقاعه الارشاد باسم مختلف. كيتعلم باللي المهمه المرشدين هي يساعدوا الارواح الصغار ويعمروا الحلقه رقم 6 بالشغف والالهام، ممكن يعاونوهم في قاعه كل شيء اللي فيها كل الحوايج اللي ممكن الارواح تهتم بهم. وعندهم قاعه ذات اللي كتعرض لقطات من حياه المرشد، كيبدا يفكر كيفاش يعاون الروح تلقى الشغف ديالها، ومن بعد ياخذ البطاقه ديالها ويرجع للارض ويعيش تاني ويلحق حفله دورسي قبل ما يفوت الوقت. وكيتم توزيع الأرواح على المرشدين، وكينادي جيري على الدكتور بيورن اللي كان سارق الطاقة جو. وكيكون دكتور بيورن عالم نفسي ديال الأطفال ومشهور بزاف، وبهذا السبب كيعطيوه أصعب روح موجودة، وهي الروح رقم 22 اللي كارهة نزول الأرض، وكتكون من نصيب جو. وكيمشيو للقاعة ذات اللي فيها لحظات من حياة الدكتور بيورن، وكتقول ليه 22 باللي ما ناوية تاخد الشغف ديالها حيت ما بغاتش تتولد أصلا، وكتطلب منه يقول باللي فشل معاها بحال آلاف المرشدين اللي قبله، وساعتها غادي ترجع لمكانها اللي هو نهاية الحياة. كتقول ليه باللي دازوا عليها المرشدين بزاف بحال الأم تيريزا ومحمد علي كلاي، ولكن جو كيقطعها وكيقول لها باللي ماشي بيورن، والكل اللي باغي هو يرجع لجسمه في الارض. كتبان الحقيقه ديالو قدام 22، كيشوف ذكرى مع بوه لاول مره وقع في حب الموسيقى، بالخصوص موسيقى الجاز. من بعد كيشوف حياته الممله وكيحس باللي حياته كانت بلا معنى، كيشوف راسو ساري للمستشفى وهو في غيبوبه، وكيتفق مع راد باللي الا قدر يخليها تلقى الشغف ديالها ياخذ البطاقه منها، وساعتها حتى واحد ما غادي يطلب منها تنزل الارض، وغادي تفوت مرحله الارشاد وتتخطى الحياه كامله كيف ما بغات. وكيتفقوا على هذا الشيء، وكيبدا جو يحاول يلقى ليها الشغف، وكياخذها لقاعات كل شيء وكيجرب معها التصوير كرة السلة كرة القدم وحوايج أخرى، ولكن كيبقى يفشل معاها في كل شيء. وكتقول ليه خاصهم شي حد يعاونهم، وكتمشي به المنطقة اللي كيكونوا فيها الموسيقيين الحقيقيين كيحسوا براسهم في مكان آخر، وكتجري وراهم روح ضايعة وكتحاول تهجم عليهم، ولكن الروح اللي كانوا ماشيين ليها كتنقذهم وسميتها مون ويند. وكيقدم راسو ليهم وكيقول باللي متخصص في مساعدة الأرواح الضايعة بحال هادي،
وأنها كانت روح صافية، ولكن الخوف سيطر عليها ولات تايهة، وهم كيحاولوا يعاونوهم يتخلصوا من هواجسهم. وكيقرر يساعد جو، وكيعرف جو بلي مون ويند راه انسان حي في العالم الواقعي. وكيبدا مون ويند يعاون جو بالتامل باش يوصل لجسمه، وكيشوف راسو نايم في سرير المستشفى وعلى رجلو، ولكن جو كيستعجل وكينقز على جسمه باش يفيق، ولكن كيتصدم في 22 وكيطيحوا بجوج في حفرة التامل. وكيحل جو عينيه وكيظن باللي نجح، ولكن كيكتشف باللي دخل في جسم القطة، و22 دخلت في جسمه. وطبعا حتى واحد ما كيفهم كلام جو حيت هو في قطة، غير 22 حيت في جسمه. وكتجي مولات القطة وكتقول ليه غادي تعطيه غير 10 دقائق وترجع تاخدها. وكيعرفوا باللي خاصهم يمشيو يلقاو مون ويند في العالم الواقعي باش يصلحوا المشكل. وكيحاول 22 تمشي لاول مره، وكيحاولوا يتفكروا فين قال لهم مون ويند يتلاقاو. وكتخرج 22 من المستشفى وكتشوف الضوضاء والزحام لاول مره، وجو كيشجعها هو في جسم قطه، ولكن كيخربشها بالغلط وكتخلع وكتجري في الزنقه. وجو كيقلب عليها حتى كيلقاها جالسه في واحد الزاويه، وكتقول ليه بلي ما قادرش توقف حيت كتحس بالم في جسمه. وكيفهم جو بلي 22 جيعانه، وكيمشي ويجيب لها بيتزا. مجرد ما كتشم ديك الريحه كتاكل وهي مستمتعه بالطعم. ومن بعد كيكملوا البحث ديالهم على مون ويند، وكيلقاوه كيشرح لهم المشكل وكيقول لهم العلاج هو يدير طقوس معينه. وكيتفقوا على 6:30، ولكن جو خاصو يكون حاضر لتحضيرات الحفله ديال 7. كيوقف جو طاكسي باش يمشي، ولكن كتخرج منه دورسي والفرقه ديالها وكيشوفوه لابس لباس ديال المستشفى. جو كيركب في الطاكسي بسرعه على امل ما تكونش شافته، ولكن ملي كيوصل للدار كيلقى كيرلي ومخلي ليه تسجيل في التليفون كيقول فيه بلي دورسي لغات ليه الدور في الفرقه وعيطات لشي حد اخر. ولكن كيرلي كيقول ليه مع ذلك يجي بكري وهو غادي يحاول يرجعو. صدق الباب كوني التلميذه ديالو في المدرسه اللي جايه عنده علاقه بالدرس الموسيقي، ولكن في الحقيقه جايه باش تقول ليه باللي غادي تبطل العزف وجايه غير ترجع ليه الاله ديال المدرسه. 22 كتخرج وكتجلس معاها وكتقول لها باللي عندها الحق تبطل وان الدراسه ما تستاهلهاش. ولكن كوني كتطلب تعزف اخر مره. ملي كتعزف 22 كتنبهر بالاداء ديالها وكتقول لها باللي هي فعلا كتحب العزف ولازم تكمل. كوني كتفرح وكتاخذ الاله وكتخرج مبسوطه، وكترجع 22 للجو وكتقول ليه غادي تعاونوا ويتحضر الحفله مقابل انه يخليها تجرب بزاف ديال الحوايج في الارض. وفي نفس الوقت تيري المحاسب كيكتشف باللي الروح الناقصه هي المرشد اللي مكلف ب 22، وكيقرر يمشي يجيبو مهما كان فين. جو هو في جسم قطه كيحاول يصلح شعر ديالو وكيضطر يمشي للحلاق ديالو. كيوصل الحلاق وكيبدا يهضر مع الناس اللي تما على الحياه وما قبل الولاده، وكل شيء مركز مع الهضره ديالو. وكتدوز الحلقه بنجاح. ومن بعد كيمشيو لمكان اللقاء مع مون ويند. 22 كتجلس في الزقاق وكتفضل تتامل كل حاجه حداها وكتستمتع بابسط التفاصيل. كيوصل مون ويند وكيقول لهم راه جاهز باش يرجع جو لجسمه، ولكن 22 كترفض قبل ما تلقى الشغف ديالها وكتجري بعيد. تيري كيلقى جو كيشدو وكيجروه مع الارواح وكيرجعوا للارض ما قبل الولاده، ولكن كيكتشفوا بلي الحلقه تكملات وولات مسموحه ليها تمشي للارض. وكيعيطوا للجو فرصه يودعها. جو كيبدا يلومها على اللي وقع ليه وكيقول لها باللي خدات الحلم ديالو، ولكن 22 كترمي ليه البطاقه ديالها كتختفي. جو كيرجع للارض ثاني كيجري الحفله ديال دورسي وكيقدر يقنعها تخليه يعزف. كيقدم عرض زوين بزاف. الام ديال جو كتكون حاضره وفخوره به، ولكن من بعد كيلقى في جيبو الحوايج الصغار اللي كانت 22 محتفظه بهم، ورقه، شجر، لعبه، ذكريات بسيطه. كيستوعب بلي هي كانت مستمتعه بالحياه اكثر منه. كيقرر يدير بحال مون ويند ومن خلال العزف ديالو كيدخل المنطقه اللي ما بين الروح والجسد. وكيقلب على 22 مون ويند كيقول له باللي ولات روح ضايعه، وكيمشيو يقلبوا عليها وكيجري وراها حتى كتدخل للعالم ما قبل الولاده. كيحاول يهديها ويصالحها، ولكن كتكون خايفه ومكسره نفسيا وكتهاجمه. كيشوف الذكريات اللي خلاوها تفقد الامل وكيلاحظ باللي حتى هو كان واحد منهم. كيعطيها ورقه والشجر اللي كانت محتفظه بها كيقول لها بلي الشغف ماشي هدف كبير خاصك تلقاه، ولكن غير خاصك تكوني مستعده تعيشي وتستمتعي بالتفاصيل الصغيره. 22 كتفهم وكتخرج من الضياع وكيعطيها جو البطاقه ديالها باش تعبر الارض. كيهبط معاها حتى لاقصى نقطه يقدر يوصل ليها، ومن بعد هي كتنزل الارض. جو كيرجع لنهايه الحياه وكيستسلم للموت،
ولكن كيجي جيري وكيقول ليه بلي حاجه زوينه ملي روح تلهم روح اخرى، وبسبب النجاح ديالو مع 22 غادي يعطيوه فرصه ثانيه يرجع للارض وغادي يدبروا الحسابات مع تيري. وكتسولو جيري شنو ناوي تدير في حياتك، كيجاوبها مازال ما عارفش بالضبط، ولكن الحاجه اللي متاكد منها هي انه غادي يستمتع بكل لحظه فيها. وفي الاخير وهنا كيسالي الفيلم ديالنا. الا بغيتو شي فيلم اخر ديروا لايك وسبسكرايب وكتبوا لي في لي كومونتير ان فيلم اخر بغيتوه.